اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوحش صفة في الراجل صفة من السلوك إن يبقى بخيل. الراجل البخيل ما بيبقاش بس بخيل في الفلوس، بيبقى بخيل في مشاعره، بخيل في أحاسيسه، بخيل في اهتمامه، بخيل في وقته، بخيل في كل أنواع العطاء. تلاقي الست اللي عايشة مع الراجل البخيل ده بتدبل كل يوم، بتكبر في السنة 10 سنين. لو استحملت وهم لوحدهم، أول ما بيبقى في أولاد تبدأ تشوف إنها ولادها محرومين من مستوى معيشي معين يقدروا يعيشوا فيه، من الاهتمام ومن المشاعر، بتبدأ تتنمرض حتى لو في مرحلة متأخرة. على فكرة الرجل البخيل ده بيبقى من الأمراض النفوس. حتى القرآن الكريم بيقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوكي القرآن وصفها إنها وقاية، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال يوكي من شح نفسه، من بخل نفسه. ده اللي هيبقى مفلح في الدنيا، وعكس مفلح يعني مفسد. مفسد لنفسه، للناس اللي معاه، مفسد لنفسية زوجته، مفسد لنفسية أولاده، مفسد لكل المحيطين بيه. صعب قوي بجد تعاشر الرجل البخيل. لايك وشير لو بتحب الخير.